في حاجة بتحصل بين مصر والصين دلوقتي ممكن تعدي على ناس كتير كأنها مجرد شوية صفقات ومصانع ومناورات عسكرية، لكن لو جمعت كل التطورات اللي حصلت خلال 2025 و26 وحطيتهم جنب بعض هتكتشف ان الموضوع اكبر بكتير، وهتلاقي ان احنا قدام محاولة لإعادة تشكيل العلاقة المصرية الصينية بالكامل، من علاقة اساسها التجارة والاستيراد لعلاقة فيها تسليح وتكنولوجيا وتصنيع ونقل خبرات وطاقة ومواني ولوجستيات وفضاء وصناعات إلكترونية وتصدير، وكمان تعاون سياسي واستراتيجي. والأهم إن التطور ده بيحصل في نفس الوقت، وده اللي بيخلي الملف مهم جدا، لأن الصين مش بتقرب من مصر في مجال واحد، الصين بتوسع وجودها في مصر على كذا مستوى في نفس الوقت. عايز تعرف الحكاية؟ هقولك، بس قبل ما اقولك ما تنساش تتأكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب، علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصة مع اسلام انور. يلا بينا نبتدي الحكاية. خلينا نبدأ من الملف العسكري، لأن اللي حصل في أغسطس 2026 كان تطور لافت جدا. الصين ومصر دخلوا النسخة الثانية من مناورات نسور الحضارة، والنسخة دي بدأت من منتصف أغسطس ومستمرة لحد أوائل سبتمبر. والصين أعلنت إن التدريب مركز على تكتيكات القتال الجوي والسيطرة الجوية والبحث والإنقاذ القتالي، وكمان تدريب على استخدام وتوظيف القوات في العمليات. وده معناه إن الموضوع مش مجرد تدريب طيارين على الطيران جنب بعض، لكن في تدريب على استخدام قوة جوية بشكل منظم ومتكامل. والأهم من كده إن الصين المرة دي بعتت تشكيل جوي متكامل لمصر، في مقاتلات جي 16 وطائرات التذوب بالوقود الواي واي 20A، طائرات نقل ودعم وطائرات متخصصة وطائرات هليكوبتر. والتشكيل ده قطع أكتر من 6000 كيلومتر من الصين لمصر، وعبر قارتين وأربع دول في رحلة أخذت حوالي 9 ساعات. والأهم إن الطائرة واي واي 20A نفذت تذوب الوقود في الجو أثناء الرحلة لمقاتلات الجي 16 نفسها. طيب وده معناه إيه؟ معناه إن الصين مش بتستعرض مقاتلاتها قدام مصر، الصين بتختبر قدرة قوة جوية كاملة على الانتشار لمسافة بعيدة، وبعدين الوصول لمسرح عمليات جديد والعمل مع قوة أجنبية جديدة وتنسيق الطيران والدعم واللوجستيات. وده مستوى مختلف تماما عن انك تبعت كم مقاتله للمشاركه في عرض جوي. والصينيين نفسهم قالوا ان عمليه الانتشار دي اختبرت قدرات الانتشار بعيده المدى والانتشار السريع والعمل بين انظمه مختلفه والتشغيل كمنظومه واحده. واللافت اكتر ان مشاركه الجي 16 المره دي ليها دلاله خاصه، لان الصين اول مره تبعت المقاتله الثقيله دي لافريقيا علشان تشارك في تدريب مشترك. والتشكيل الصيني بحسب التقارير شمل كمان الكي جي 500 للانذار والتحكم الجوي، وطائره حرب الكترونيه الواي 9، وطائره هليكوبتر الزد 20. وده معناه اننا مش بنتكلم عن مقاتله لوحدها، احنا بنتكلم عن مقاتلات وانذار مبكر وتذوب الوقود وحرب الكترونيه ونقل ودعم وهليكوبتر، يعني عناصر من منظومه قتال جوي متكامله. والنقطه دي مهمه جدا، لان مصر لما بتتدرب مع الصين على المنظومه دي بتتعرف بشكل مباشر على طريقه تشغيل الطيران الصيني الحديث، مش بس مواصفات الطائره نفسها. وده بيفتح باب اكبر بكتير، لان التعاون العسكري المصري الصيني بدأ بالفعل يتحول من مجرد علاقات تسليح إلى احتكاك عملياتي وتدريب مشترك. وده ما بدأش في 2026 بس، لكن في 2025 حصلت لأول مرة نسخة من نسور الحضارة، والصين وقتها بعتت الجي 10 سي والجي 10 اس، ومقاتلاتها اشتغلت مع الكي جي 500 طائرات انذار مبكر وطائرات التذوب بالوقود الواي واي 20، ومشاركة عناصر انقاذ ودعم. والتدريب شمل القتال الجوي والدعم الجوي والبحث والانقاذ والهجوم بعيد المدى وغيره من التدريبات. وبعد سنة واحدة بس التدريب اتكرر، لكن المرة دي بمشاركة الجي 16 التقيلة. وده معناه ان القناة العسكرية نفسها بتتوسع، مش مجرد حدث لمرة واحدة، لكن ده مسار مستمر. وفي نفس الوقت كان في تواصل عسكري على اعلى مستوى، خصوصا خلال معرض ايدكس، مع لقاءات بين قيادات القوات الجوية والدفاع الجوي المصرية ومسؤولين وشركات صينية في مجالات التسليح والرادارات وانظمة الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية. وده مهم لان العلاقة هنا مش مجرد تدريبات، لكن في حوار مستمر حوالين القدرات العسكرية والتكنولوجيا والتسليح. وفي تقارير كتير خلال الفترة اللي فاتت ربطت مصر باهتمام بمقاتلات الجي 10 سي وأنظمة دفاع جوي صينية. لكن هنا لازم نكون دقيقين، مش كل اللي بيتقال عن صفقات السلاح الصينية لمصر اتأكد رسميا، وعشان كده ما ينفعش نقول ان كل صفقة متداولة تمت فعلا الا لما يكون في اعلان رسمي اكد الخبر. لكن المؤكد ان التعاون العسكري نفسه بيتوسع، وده في حد ذاته مهم، لان مصر عندها سياسة واضحة
واضحة في تنويع مصادر السلاح. يعني القاهرة مش عايزة تعتمد على مصدر واحد، لكن في نفس الوقت الملف العسكري مش هو القصة كلها، وده الجزء الأهم. لأن لو ركزنا على السلاح بس هنفوت التحول الأكبر اللي بيحصل بين مصر والصين، التحول الصناعي والتكنولوجي. خلينا نبص على الاقتصاد. حجم التجارة بين مصر والصين وصل في 2025 لحوالي 20.8 مليار دولار، لكن الرقم ده فيه مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لمصر، لأن الصادرات الصينية لمصر وصلت لحوالي 19.9 مليار دولار، في حين ان الصادرات المصرية للصين كانت حوالي 819 مليون دولار بس. يعني في علاقة تجارية ضخمة، لكن الميزان التجاري لسه مختل بشكل واضح لصالح الصين، وده تحدي حقيقي. وعلشان كده مصر بتحاول تغير شكل العلاقة، مش بس ان الصين تصدر لمصر، لكن ان الصين تستثمر في مصر وتصنع في مصر وتستخدم مصر كقاعدة للتصدير، ومصر في المقابل تزود صادراتها للسوق الصيني. وده اللي بدأ يظهر بشكل واضح جدا. واحد اهم الاماكن اللي بتظهر فيها القصة دي هي منطقة تيدا في العين السخنة. المنطقة دي بقت واحدة من اهم مراكز التصنيع الصيني في مصر، وفيها عشرات ومئات الشركات والاستثمارات الصينية، والهدف مش السوق المصري بس، لكن التصنيع والتصدير للاسواق الخارجية. وده بقى منطقي جدا بالنسبة للصين، لان مصر عندها قناة السويس، وعندها مواني، وعندها شبكة طرق ومناطق صناعية، وقريبة من اوروبا، وقريبة من افريقيا، وقريبة من الاسواق العربية، وعندها اتفاقات تجارية بتفتح اسواق كتير قدام المنتج اللي بيتصنع هنا. يعني الشركة الصينية لما تعمل مصنع في مصر مش هتبيع لمصر بس، هي ممكن تستخدم مصر كنقطة انتاج وتصدير. وده بيفسر جزء كبير من الاهتمام الصيني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي 2026 ظهر اكتر من مشروع كبير جدا، من اهمهم مشروع صيني لانشاء مجمع ضخم لصناعة الالومنيوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات حوالي ملياري دولار. وده مش مشروع صغير، لان الالومنيوم داخل في صناعات كتير جدا، من السيارات للطيران للكهرباء للبنية التحتية للتصنيع الهندسي. وده لو اتنفذ بالشكل المخطط له ممكن يبقى جزء من سلسلة صناعية أكبر. وفي قطاع الإطارات الصين بتتحرك بقوة شديدة. شركة سايلون الصينية عندها مشروع ضخم في العين السخنة باستثمارات بحوالي مليار دولار، والمصنع مخطط له يشتغل على مراحل، والطاقة النهائية المستهدفة بتتجاوز 10 ملايين إطار سنويا. وده مش بس للسوق المصري لكن كمان للتصدير، وده مهم جدا لأن صناعة الإطارات مرتبطة بصناعات تانية كتير: العربيات، النقل، المعدات، الخدمات، وسلاسل التوريد. وفي كمان توسعات ومشروعات صينية تانية في قطاع الإطارات والمكونات. وده معناه إن الصين مش بتدخل بس في المنتج النهائي، لكن ممكن تبدأ تبني سلسلة إنتاج كاملة. وده الفرق بين مصنع منفرد وبين تجمع صناعي. لكن هنا نوصل لأهم نقطة في الملف كله، وهي نقل التكنولوجيا. ودي الحقيقة من أهم الحاجات اللي أنا كنت ببحث عنها، لأن السؤال الحقيقي مش كم مصنع صيني هيتعمل في مصر، السؤال الحقيقي مصر هتاخد إيه من التكنولوجيا دي. وفي بالفعل أمثلة واضحة جدا خلال 2026 على إن الموضوع بدأ يتعدى مجرد إنشاء مصنع. من أقوى الأمثلة مشروع بطاريات تخزين الطاقة. في يناير 2026 مصر وقعت اتفاق مع شركة صينية لإنشاء مصنع متكامل لخلايا بطاريات تخزين الكهرباء باستثمارات حوالي 200 مليون دولار. لكن الأهم من قيمة الاستثمار إن الاتفاق نفسه نص على نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع من المواد الخام والصناعات اللازمة لمعالجتها لحد تصنيع خلايا البطاريات نفسها، وبطاقة إنتاجية مستهدفة حوالي 5000 ميجا وات ساعة سنويا. وده مهم جدا لأن مصر هنا بتقول إحنا مش عايزين مصنع بطاريات وخلاص، مصر بتقول إحنا عايزين ندخل جوه التكنولوجيا نفسها ونعرف إزاي الخلايا بتتصنع، وإزاي المواد الخام بتتجهز، وإزاي المنتج النهائي بيتعمل. وده بالظبط اللي اسمه توطين الصناعة والتكنولوجيا. وفي قطاع الكهرباء في تحرك صيني تاني في تصنيع المعدات الكهربائية، مع توجه لزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا وإنشاء خطوط إنتاج ومراكز للقياس والاختبار. وده مهم لأن المعدات الكهربائية داخلة في قطاعات ضخمة، من الطاقة للمصانع لشبكات الكهرباء للطاقة المتجمدة والبنية التحتية. وفي قطاع الإلكترونيات حصل تطور مهم جدا في يوليو 2026. الهيئة العربية للتصنيع وقعت عقد مع شركة صينية لتصنيع أجهزة اتصالات داخل مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، والاتفاق معلن باعتباره جزء من توطين التكنولوجيا وتوسيع التصنيع المحلي في الإلكترونيات. والأهم إن الإلكترونيات
مش مجرد صناعة عادية، لأن اللي بيمتلك القدرة على تصنيع الإلكترونيات بيقدر يدخل بعد كده في صناعات أكبر، من الاتصالات للتحكم للأنظمة الصناعية للأجهزة الذكية وللإلكترونيات الدفاعية والمدنية. وده بيخلي الاتفاق ده مهم جدا، لأنك مش بتنقل منتج واحد، أنت بتبني قدرة صناعية، وفي نفس الاتجاه في تعاون مع شركة صينية في التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، وفي اهتمام بتوسيع وجود شركات زي هواوي في مصر مع التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية. وده معناه ان التعاون مش محصور في الصناعة التقليدية فقط، لكن بيدخل كمان في البنية التكنولوجية للاقتصاد المصري. اما في صناعة السيارات في تطور مهم جدا. شركة صينية متخصصة في التصنيع الذكي ناقشت في يوليو 2026 انشاء مجمع صناعي في مصر باستثمارات حوالي 20 مليون دولار. والفكرة هنا مش مجرد مصنع عربيات، لكن معدات خطوط الانتاج وبرمجيات صناعة ذكية وتخطيط وتصميم المصانع وحلول التصنيع الذكي. وده معناه ان مصر بتحاول تدخل في التكنولوجيا اللي بتشغل المصنع نفسه، مش بس المنتج اللي بيطلع من المصنع. ودي نقطة مهمة جدا، لان لما مهندس مصري يتدرب على تصميم خطوط الانتاج وعلى انظمة التشغيل الذكية وعلى المعدات وكمان على البرمجيات الصناعية، فانت كده بتبني خبرة ممكن تستخدمها بعد كده في مصانع تانية. يعني التكنولوجيا هنا مش بتفضل محبوسة في منتج واحد، لكن ممكن تنتشر في قطاعات صناعية كاملة. وفي ملف التعدين حصل تطور مهم برضه. في يناير 2026 تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة صينية لدراسة واستغلال خامات الفوسفات والكوارتز ورمال السيليكا في منطقة المثلث الذهبي. والهدف منها مش تصدير الخام وخلاص، لكن تعظيم القيمة المضافة منه. والجانب الصيني أعلن التزامه بنقل تكنولوجيات حديثة للمشروع، بحيث إن مصر تقدر تتحول لمركز إقليمي لتصدير كيماويات متخصصة. ودي نقطة برضو مهمة جدا، لأن مصر عندها موارد خام، لكن المشكلة اللي عندنا من سنين إن جزء كبير من صادراتنا كان الخام نفسه، وبعدين نرجع نستورد المنتج نفسه بعد تصنيعه بسعر غالي جدا. أما لو قدرت تعمل معالجة وتصنيع وتحويل الخام لمنتجات ذات قيمة أعلى، يبقى العائد الاقتصادي هنا هيبقى أكبر بكتير. وده بالظبط معنى تعظيم القيمة المضافة، إنك بدل ما تبيع الخام تبيع المنتج الصناعي اللي اتعمل من الخام، وفي نفس الوقت تستفيد من التكنولوجيا الصينية في عملية التصنيع نفسها. وهنا نقدر نفهم ليه مصر بتتكلم عن نقل التكنولوجيا، لأن الهدف مش مجرد زيادة عدد المصانع، الهدف إن الصناعة المصرية نفسها تتطور. وفي كمان تعاون في الفضاء والأقمار الصناعية والطاقة المتجددة والمياه والزراعة والاقتصاد الرقمي. وده جزء من استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين للفترة من 2025 لحد 2029. والاستراتيجية دي بتحط مجالات زي توطين الصناعة والفضاء والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والتعليم ضمن مجالات التعاون. يعني الموضوع مش شوية اتفاقات منفصلة، لكن في إطار أوسع للتعاون خلال سنين قدام. والفضاء تحديدا من الملفات المهمة، لأن مصر والصين عندهم بالفعل تعاون في الأقمار الصناعية، ومصر سات 2 واحد من الأمثلة المهمة. وده نوع من التعاون بيدخل فيه تدريب مهندسين وتكنولوجيا وتطبيقات مرتبطة بالزراعة وإدارة الموارد والمراقبة والاستشعار عن بعد. وده بيضيف طبقة جديدة للعلاقة، طبقة مرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. لكن في سؤال مهم جدا، هل كل مصنع صيني في مصر معناه نقل تكنولوجيا؟ الإجابة طبعا لا. ودي نقطة لازم نبقى واضحين فيها، لأن في فرق بين إن شركة صينية تيجي تعمل مصنع في مصر وبين إنها تنقل تكنولوجيا لمصر. ممكن شركة تجيب خطوط الإنتاج والمعدات والمواد الخام من الصين وتشغل عمال مصريين وتنتج في مصر، وده اسمه تصنيع داخل مصر، لكن مش بالضرورة نقل تكنولوجيا. نقل التكنولوجيا بيبدأ لما مصر تحصل على معرفة إنتاجية حقيقية وتدريب ومشاركة هندسية وتصنيع مكونات وزيادة في المكون المحلي وبناء موردين مصريين، وبعض الحالات نقل تقنيات التصنيع نفسها. وعلشان كده لازم نفرق بين الأربع مستويات. المستوى الأول التجميع، الشركة تجيب معظم المكونات من الصين ومصر تعمل التجميع النهائي. المستوى الثاني التصنيع المحلي لجزء من المكونات، يعني جزء من سلسلة الإنتاج يبدأ يتعمل في مصر. المستوى الثالث نقل تكنولوجيا الإنتاج، يعني المهندسين والعمال والمصانع المصرية يتعلموا طريقة التصنيع نفسها. أما المستوى الرابع وهو الأصعب، إنك توصل لمرحلة إن الشركات المصرية نفسها تقدر تطور المنتج وتنتج مكوناته وتبني منتجات جديدة اعتمادا على المعرفة اللي اكتسبتها. وده اللي مصر المفروض تستهدفه. وبالمناسبة ده بياخد سنين طويلة، لأنك لو فضلت في مرحلة التجميع هتفضل دايما معتمد على الخارج. لكن لو قدرت تبني موردين محليين وتنتج المكونات وتدرب المهندسين وتنقل المعرفة، هنا تبدأ تعمل قاعدة صناعية حقيقية. وده تحدي مهم جدا في العلاقة المصرية الصينية، لأن وجود
وجود الشركات الصينية في مصر لوحده مش كفاية، لازم الاقتصاد المصري يرتبط بيها. يعني الشركة الصينية تشتري من شركات مصرية وتستخدم مكونات مصرية وتدرب مهندسين مصريين وتعمل مراكز أبحاث وتنقل خبرة وتصدر من مصر. ساعتها هيبقى عندك تأثير طويل المدى. أما لو كل حاجة جاية من الصين والعمالة المصرية بتشتغل بس في التشغيل والتعبئة والمنتج بيرجع للصين أو يطلع حتى للأسواق، يبقى مصر كسبت استثمار وفرص عمل وصادرات، لكن ما أخدتش الجزء الأهم وهو المعرفة. زي بالظبط كده، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. وعلشان كده الحكومة المصرية نفسها بقت تربط الاستثمارات الصينية بكلمات زي نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي، وده واضح جدا في التصريحات الرسمية خلال 2026. لكن في جانب تاني مهم جدا، وهو ان مصر بتحاول تعالج مشكلة الميزان التجاري مع الصين، مش بس عن طريق تقليل الواردات لكن عن طريق زيادة الصادرات. وفي اغسطس 2026 حصلت فعالية التصدير الى الصين واسفرت عن 17 تعاقد تصديري بقيمة حوالي 168 مليون دولار، وشملت منتجات زي الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال. وده مهم لأنه بيقول إن مصر مش عايزة العلاقة تبقى الصين بتصدر لمصر بس، لكن عايزة العلاقة تبقى الصين بتستثمر في مصر ومصر بتصنع ومصر تصدر للصين ومصر بتستخدم الاستثمارات الصينية في زيادة قدراتها الإنتاجية. والصين نفسها في مايو 2026 وسعت سياسة الإعفاء الجمركي على وارداتها من عدد كبير من الدول الأفريقية، وده فتح فرصة أكبر أمام المنتجات المصرية لدخول السوق الصيني بدون الرسوم الجمركية في نطاق السياسة الجديدة. لكن خلي بالك، الفرصة لوحدها مش كفاية، لأن السوق الصيني ضخم جدا والمنافسة فيه صعبة جدا، ومصر محتاجة منتجات قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر والكمية والاستمرارية. وعلشان كده جذب الاستثمار الصيني والتصدير للصين لازم يمشوا مع بعض، لأن أفضل سيناريو لمصر هو شركة صينية تدخل مصر، تستثمر، تنقل تكنولوجيا، تدرب، تستخدم خامات ومكونات محلية وتنتج وبعدين تصدر. وفي نفس الوقت الشركات المصرية تدخل في سلسلة التوريد، وبكده القيمة اللي بتتولد من المصنع ما تروحش كلها للخارج، لكن جزء كبير منها يفضل داخل الاقتصاد المصري. وهنا بقى نرجع لقناة السويس، لأن موقع مصر نفسه هو واحد من أكبر أسباب اهتمام الصين. الصين عندها مشروع الحزام والطريق، ومصر عندها قناة السويس، وده تقاطع مصالح واضح. قناة السويس بتربط آسيا بأوروبا، والصين من أكبر القوى التجارية والصناعية في العالم، فوجود مصانع ومناطق لوجستية ومواني ومراكز توزيع قريبة من قناة السويس ده ليه قيمة ضخمة جدا بالنسبة للشركات الصينية. وفي خطط صينية لمشروعات لوجستية وتجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكمان مشروعات مرتبطة بالمواني ومحطات الحاويات. وده معناه ان العلاقة ممكن تتحول من تصنيع الى تصنيع ونقل وتخزين وشحن وتصدير، يعني سلسلة كاملة. والنقطة دي مهمة جدا، لأن المصنع لوحده محتاج مواني، والمينا محتاج خدمات لوجستية، والخدمات اللوجستية محتاجة طرق وسكك حديد، والتصنيع محتاج كهرباء وطاقة، والطاقة محتاجة معدات، والمعدات محتاجة صناعات مغذية، وهكذا. فالصين لما تدخل في كذا حلقة من السلسلة وجودها الاقتصادي يبقى أعمق من مجرد مصنع واحد. لكن هل ده معناه إن مصر بتتحول لمحور صيني أو إنها بتستبدل أمريكا وأوروبا بالصين؟ طبعا لا. مصر بتحاول تعمل حاجة مختلفة. مصر بتحاول تنوع شركائها، يعني أمريكا موجودة في التسليح والتعاون العسكري، وأوروبا موجودة في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرهم عندهم شركات قوية، والصين بتوسع وجودها في مجالات تانية. فالقاهرة مش محتاجة تختار طرف واحد بقدر ما هي بتحاول تستخدم تعدد الشركاء علشان تزود قدرتها على التفاوض والمناورة. وده واضح جدا في الملف العسكري. مصر عندها أسلحة أمريكية وفرنسية وروسية وصينية ومصادر تانية، والفكرة مش إن الصين هتاخد مكان الجميع، لكن إن مصر يبقى عندها خيارات أكبر. وده مهم جدا في عالم بيتغير بسرعة، خصوصا بعد ما بقت التكنولوجيا العسكرية مرتبطة بشكل مباشر بالسياسة الدولية. لكن في نقطة أهم من كل ده، وهي إن التعاون العسكري نفسه ممكن يتحول مع الوقت من شراء أسلحة إلى تصنيع مكونات وتكنولوجيا، وده لسه محتاج أدلة رسمية أكتر في حالة المقاتلات والأنظمة التقيلة. يعني ما ينفعش نقول إن مصر حصلت على حق تصنيع الجي 16 أو الجي 10 سي لمجرد إن في تعاون عسكري ومناورات، لأنه مفيش إعلان رسمي يثبت الكلام ده. لكن في بالفعل تعاون معلن في تصنيع إلكترونيات ومعدات اتصالات وتوطين التكنولوجيا، وده ممكن يبقى بداية لمسار أوسع، خصوصا
خصوصا ان مصر عندها مؤسسات صناعية زي الهيئة العربية للتصنيع، وعندها مصانع دفاعية ومدنية، وعندها قاعدة مهندسين، وعندها سوق محلي كبير، وكمان عندها موقع جغرافي ممتاز. والصين عندها تكنولوجيا وخبرة صناعية وقدرة على بناء خطوط انتاج ضخمة. فلو الاتنين قدروا يربطوا الامكانيات دي ببعض، الموضوع ممكن يبقى اكبر بكتير من مجرد شراء معدات صينية. لكن خلينا نبقى واقعيين، نقل التكنولوجيا الحقيقي مش بيحصل في كلمة في اتفاقية، لازم يبقى فيه تدريب ومعامل ومهندسين ومراكز تطوير وموردين وتصنيع مكونات وحقوق استخدام التكنولوجيا في بعض الحالات وتراكم خبرة على مدار السنين. وعلشان كده النجاح الحقيقي للعلاقة المصرية الصينية مش هيتقاس بعدد الاتفاقيات اللي اتوقعت ولا بعدد المليارات اللي اتقالت في المؤتمرات. النجاح الحقيقي هيتقاس بحاجة تانية: كم منتج كانت مصر بتستورده وبقت بتصنعه، كم مكون كان بيجي من بره وبقى بيتعمل هنا، كم مهندس مصري اكتسب خبرة في تكنولوجيا متقدمة، وكم شركة مصرية دخلت كمورد للشركات الصينية، وكم مصنع بقى قادر يصدر، وكم تكنولوجيا مصر قدرت تستوعبها وتستخدمها بعد كده في صناعات تانية. ولو الارقام دي بدأت تكبر، ساعتها نقدر نقول ان العلاقة فعلا دخلت مرحلة جديدة. مرحلة الصين فيها مش مجرد شريك تجاري، لكن شريك في بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وعسكرية. ولو التعاون وصل في المستقبل لتصنيع مكونات او انظمة او ذخائر او الكترونيات دفاعية، ساعتها الموضوع هيكون اهم بكتير من شراء طائرات، لان شراء الطيارة بيخليك مستخدم للسلاح، لكن امتلاك جزء من التكنولوجيا والصناعة بيخليك قادر على الصيانة والتطوير والتصنيع والتعديل والاعتماد على نفسك بشكل اكبر. وده هو الفرق الحقيقي بين دولة بتشتري السلاح ودولة بتحاول تبقى صناعة السلاح. وعلشان كده لازم نبص على العلاقة المصرية الصينية كصورة واحدة، مش خبر منفصل عن خبر. وتدريب القوات الجوية وتعاون الدفاع الجوي ومباحثات التسليح، كل ده في جانب، وفي الجانب التاني مصانع الألمنيوم والإطارات وبطاريات تخزين الطاقة والإلكترونيات ومعدات الاتصالات والتصنيع الذكي والتعدين والطاقة والفضاء واللوجستيات والتصدير. كل ده بيحصل في نفس الوقت، وده اللي بيخليني شايف ان اهم حاجة في الملف مش صفقة بعينها، لكن الاتجاه كله، الاتجاه ناحية ان مصر عايزة تستفيد من الصين في بناء قدرة انتاجية وتكنولوجية اكبر، والصين في نفس الوقت شايفة مصر كبوابة مهمة لافريقيا والشرق الاوسط واوروبا وقناة السويس. يعني في مصلحة للطرفين، الصين محتاجة اسواق ومواقع انتاج وقواعد لوجستية، ومصر محتاجة استثمارات وتكنولوجيا وصناعة وتصدير وتنويع مصادر السلاح. والسؤال اللي هيحدد مستقبل العلاقة دي هو مين هيقدر يستفيد من التاني اكتر. هل الصين هتكتفي باستخدام مصر كسوق وقاعدة انتاج، ولا مصر هتقدر تستخدم الاستثمارات الصينية علشان تبني صناعة مصرية حقيقية؟ وده هو التحدي. واللهم انصر مصر ودائما وابدا. تحيا مصر، وسلام عليكم.